قبل ما ندخل في موضوعنا النهاردة هوريكم مشهدين لمحلين بيبيعوا نفس المنتج، كل واحد فيهم اتعامل بطريقة مختلفة والنتيجة كانت برضه مختلفة. فلو عندك منتج أو خدمة وعايز تبيعهم بذكاء، الفيديو ده مهم ليك. فيلا نشوف المشهدين الأول وبعدين نكمل كلامنا. إلا بصحيح هو الشحن مجاني؟ لو سمحت احجز لي واحدة، أنا أول واحدة جاي هنا بعد العرض. زي ما لاحظنا مع بعض ان النموذج الاول صاحبنا فيه مش عامل اي عرض ممكن يلفت الانتباه، لكنه حاطط سعر المنتج الفعلي زي ما هو بشكل صريح ومباشر، بخلاف النموذج التاني اللي صاحبته عارضة سعر نفس المنتج بطريقة مختلفة، فعملت عرض الشحن مجانا لكنها علشان ما تخسرش قيمة الشحن حملته على سعر المنتج الاصلي. فايه هي الطريقة الصح اللي ممكن نشتغل عليها في الطريقتين دول؟ المفاجأة بقى إن الطريقتين غلط، وحتى الناس الكتير اللي كانوا واقفين قدام المحل في النموذج التاني ما كانوش أساسا جايين يشتروا، ده كله كان تمثيل. وهقولك دلوقتي ليه الطريقتين غلط وإيه هو الصح اللي ممكن يعلي مبيعاتك ويسوق لمنتجاتك بشكل صحيح. فخليك معايا للآخر لأن الفيديو ده ليك. أنا بهاء كرم، مصمم جرافيك ومواقع إلكترونية، وبشتغل في الديجيتال ماركتينج من سنين طويلة فاتت مع شركات كتيرة من جوه وبره مصر، ودي قناتكم صمم نجاحك اللي هدفي منها أوصل لك أي حاجة اتعلمتها ممكن تفيدك. وحابب دلوقتي أقولك بسرعة كده ليه النموذج الأول غلط. فلأننا النهاردة بنعرض منتجاتنا في عالم واسع، في حين إن الناس زمان كانت بتعرض منتجاتها في محيطها المحدود الضيق للناس اللي حواليها، سواء في منطقتها أو مكان شغلها. قمصان، فانيلات، شرابات، مين يقول هات؟ لكن الوضع النهاردة اختلف، فتقدر تبيع مثلا قطتك لبنت ساكنة في أسوان، وتقدر تصمم لوجو لشركة في بنجلاديش. المنافسة كبرت، ولو ما ميزتش نفسك بعرض مبتكر أو قيمة مضافة فما تزعلش مني، هيبقى صعب تبيع. أما النموذج التاني فده خطأ تسويقي بعض الناس بتقع فيه، إنه يرفع السعر ويعمل عرض وهمي شكله مغري لكنه في الحقيقة عرض فيك. الفكرة إن الناس دلوقتي عندها وعي كبير وسهل جدا تقارن الأسعار وتكتشف الخدع، فما تتهاونش أبدا بذكاء العميل بتاعك، لأن العروض اللي بالشكل ده هتخلي البراند يفقد مصداقيته ومش هيعرف يخلق سوق ناجح لنفسه. طب إيه هي الطريقة الصح؟ ببساطة لازم تقدم لعميلك قيمة مضافة حقيقية، وده اللي بنسميه العرض، وبعدها لازم تعرف ازاي تلفت انتباهه للعرض ده بطريقة تسويقية فعالة، وده اللي هنتكلم عنه في فيديوهات جاية بإذن الله. لكن النهاردة تركيزي معاك على الكونسبت الأهم، القيمة المضافة. فلما نفهم نفسية العميل وسيكولوجية التسويق هنلاقي إن أي حد فينا بيحب يحس بالتميز، وإن في حاجة معمولة ليه هو مخصوص. العميل دايما بيدور على عرض ما يقدرش يفوته، على فايدة تخليه يقرر إنه يشتري. وبما إن نفس المنتج موجود عند التاجر سين والتاجر صاد، فالمسوق الشاطر لازم يضيف قيمة مضافة تخلي منتجه هو الاختيار الأول. في مرة كنت في ديل مع عميل عايز يصمم موقع للبيزنس بتاعه، ولاحظت تردده لأنه كان بيقارني بشركة هندية هتصمم له الموقع بسعر أقل. قلت له لو حصل نصيب واشتغلت معاك، أول حاجة هعملها إني هصمم لك شعار جديد كهدية تناسب أكتر هوية البراند بتاعك. فقام على طول اتشجع وقال لي خلاص أنا معاك. الفكرة ببساطة إني غلبت تردده بسحر القيمة المضافة. المهم في الموضوع إن القيمة المضافة دي تكون حقيقية وصادقة. أي جهد تسويقي مش مبني على الصدق مش هيحقق الهدف منه. والقيمة المضافة دايما بيكون ليها شكلين رئيسيين، إما بنخلي السعر زي ما هو ونضيف ميزة إضافية عليه، أو إننا بنقدم خصم على السعر. في النهاية العميل بيحصل على ميزة صادقة تخليه يحبك ويشعر بالولاء ليك. ده أول طريق لبناء براند قوي وخلق قاعدة عملاء مرتبطة بيك عاطفيا. الفكرة ببساطة إنك تقدم لعميلك قيمة مضافة حقيقية.
طب أي شكل منهم أفضل؟ إننا نقدم خصم ولا نقدم ميزة إضافية؟ الحقيقة إن مفيش طريقة واحدة صح، الاتنين ليهم وقتهم وسوقهم وطبيعة عملائهم. مش لمجرد إنك عايز تعمل عرض فتقول أنا هعمل خصم، أو تحط هدية، أو الشحن يكون مجاني، وإنما الصح إنك تدرس الموقف الأول وتحط استراتيجية سليمة ومرنة قبل التغيير على حسب الوضع. فالعميل بتاعك هو أول حاجة لازم تركز عليها وتسأل نفسك، هل هو حساس ناحية السعر؟ ولو كده فيبقى العرض الأفضل ليه يكون تخفيض السعر، خصوصا في الأوقات اللي الناس بصفة عامة بتمر فيها بضغوط مادية، أو لما تكون مستهدف جمهور متوسط نسبيا. فالأفيد ليك وليه هو إنك تشتغل على تخفيض السعر، خصوصا مع المنتجات الضرورية مش الترفيهية، زي مثلا السلع الأساسية. أما في حالة لو حبيت تضيف هدية بدل الخصم، خليها تكون حاجة ضرورية تتماشى مع طبيعة المنتج اللي انت بتسوق له، زي مثلا عرض شراء 3 زجاجات زيت ذرة تاخد معاهم نص كيلو سكر هدية. فمفيش فايدة أبدا من إنك تضيف هدية مش مرتبطة بالمنتج الأساسي، لأن العرض ده مش هيكون أبدا جذاب لعميل بيدور على عرض توفير في الزيت أو في منتج من المنتجات الضرورية. استخدم دايما كلمة مجانا أو كلمة هدية في عروضك، لأن الدراسات التسويقية أثبتت إن الكلمات دي ليها تأثير قوي جدا على جذب انتباه العميل أكتر من كلمة خصم، لأنها بتخلي العميل يحس إنه حصل على قيمة وميزة حقيقية. كمان اختيارك بين ان القيمة المضافة تكون هدية ولا خصم ده بيرجع لحاجة مهمة، وهي ان لو عندك منتج محتاج تحركه اسرع استخدمه في عروض الهدايا، او لو عندك منتج ربحيته حلوة وناوي تنزل بيه المرحلة الجاية حاول تستخدمه كهدية لفترة مؤقتة كدعاية عملية تخلي المنتج ده يسوق بيها لنفسه بنفسه. حتى لو المنتج ده غالي شوية، العميل اللي هياخده كهدية ويحس بقيمته هيتكون جواه نوع قوي جدا من الولاء للبراند بتاعك، وهيكون دعاية حية وقوية ليك ولمنتجك، ووقتها في الحسابات عندك هتعتبره ده ضمن الميزانية الإعلانية بتاعتك. فمفيش أي مشكلة، بل ثق إنها هتكون دعاية فعالة، لأنها من واقع تجربة المستهلك اللي عميلك عاشها معاك. وده يفسر لنا ليه مثلا شركات كبيرة زي كارفور بتعمل في عيد ميلادها هدايا قيمة بجد وبقيمة كبيرة، لأن ده بيغذي ارتباط الناس بالمكان لسنة جاية قدام، سواء الناس اللي حصلت على الهدية أو اللي سمعت عنها. أما بالنسبة لتكنيك الشحن المجاني فده من أقوى الأساليب اللي بتستخدمها الشركات الكبيرة زي نون وجوميا وأمازون مثلا. لما العميل يعرف إن الشحن مجاني بيحس إنك شلت عنه عبء التكاليف الإضافية، وبالتالي بيحس براحة أكتر في قرار الشراء. الشحن المجاني بيحسس العميل إنه مش هيدفع حاجة زيادة غير قيمة المنتج نفسه، وده بيخليه يتخذ القرار بسهولة أكبر وأسرع، لأنك عملت له سكيب للجزئية بتاعة الحسابات المعقدة والتكاليف الإضافية الغير متوقعة. آخر 3 نصايح أحب أأكد لك عليهم. أولا، إنك اوعى تقدم منتجك أو خدمتك بشكل تقليدي كلاسيكي سادة كده، لازم دايما تحط قيمة مضافة تساعدك تميز نفسك في السوق. الوقت ده يتطلب أفكار مبتكرة تبرز منتجك وتلفت انتباه العميل ليك، ما هي دي التحابيش اللي هتفتح نفس عميلك يشتري منك وتخليك تبيع أكتر. تاني حاجة، جرب بنفسك أكتر من طريقة عرض وأكتر من تكنيك. فزي ما مثلا بنعمل في الإعلانات الممولة تكنيك AB، يعني بنعمل من نفس الإعلان نسختين باختيارات مختلفة ونقارن النتائج. انت كمان مرة جرب الشحن المجاني، مرة جرب الهدية، مرة جرب الخصم، ومرة جرب انك ما تعملش حاجة خالص وشوف بنفسك النتائج، وده هيساعدك تقرر تستخدم ايه وامتى ومع مين. تالت وآخر حاجة هأكد دايما عليها وهي المصداقية، وإن عرضك يبقى حقيقي تقدمه وانت صافي النية، لأن حبك لعملائك لما يكون صادق هم هيحسوه، وهيخليهم هم اللي يسوقوا لك مجانا بعد ما تكون كسبت ولائهم ليك وبدأت تبني أول لبنة
في أساسات البراند بتاعك، لأن كلمة براند باختصار تعني إن علامتك التجارية ارتبطت ارتباط شرطي في أذهان وقلوب عملائك بنوع من العاطفة الإيجابية اللي تخليهم متعلقين بيك، وتصبح منتجاتك وخدماتك جزء من حياتهم. وأول ما واحد فيهم يحتاج المنتج أو الخدمة بتاعتك تكون أنت أول واحد بشكل تلقائي يفكروا فيه. كنت معاكم بهاء كرم، ودي قناتكم صمم نجاحك اللي بقدمها بكل حب لأجلكم علشان تكون ضريبة وزكاة اللي اتعلمته في سنين فاتت. ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو علشان نقدر نوصل بكلمة منفعة نفيد بها غيرنا، فمساندتك للقناة أكيد هتفرق كتير. دمتم بكل خير وسعادة، تحياتي ليكم جميعا.